أهلا بيكم في قناة وصفة من دهب. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض العيش الكايزر بطريقة سهلة جدا، لأن مكوناته بسيطة ومش كتير. هينفعنا لو عاملين برجر أو ممكن نحط فيه أي حشوة بنفضلها. أنا حطيت فيه النهاردة لانشون، إحنا اللي عاملينه هنا في القناة. إن شاء الله هسيب لكم لينك فيديو اللانشون في صندوق الوصف عشان تجربوه. العيش النهاردة الكايزر بتاعنا ده خفيف جدا وطري وسفنجي، وإن شاء الله هينجح معاكم من أول مرة. شايفين جماله عامل إزاي؟ تحفة والله يا جماعة. طري جدا، يعني أنا بضغط عليه كده زي ما هتشوفوا دلوقتي بيرجع تاني، لأن هو سفنجي وطري وشكله تحفة، والعجينة بمقادير مظبوطة فبتدينا الشكل بتاع بره بالظبط. وطبعًا الطعم والريحة مش قادرة أقول لكم، لمّا باخبز عيش كده في البيت بتبقى ريحة البيت جميلة إزاي، بالذات لمّا بتكون حاجة كده تحسّي إن هو بريوش شوية، تحسّي إن هو عيش فاخر شوية، بمكونات بسيطة بس طعمه رهيب. يالّا بينا نشوف الجمال ده اتعمل إزاي. عندنا هنا نُص كيلو من الدقيق، عليه معلقتين سكر، دقيق متعدد الاستعمالات أو دقيق المخبوزات. وعندنا معلقتين كبار من الخميرة الفورية، وبيضة، بيضة كاملة يعني البياض والصفار مع بعض، و3 معالق كبار من الزبدة المذابة، وكوباية من اللبن الدافي. وطبعًا مش هنحط الكوباية كلها مرة واحدة، لأن كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. أنا هنا باحط الكمية كلها لأن أنا عارفة الدقيق بتاعي بياخد كمية سوائل قد إيه. أول حاجة هنبتدي بيها هنعمل اختبار الخميرة. هنحط الخميرة عليها نص معلقة السكر اللي قلنا عليها، ونحط حبة من كوباية اللبن، ونسيبها على جنب عبال ما نحضر العجينة نفسها. هنبتدي بقى نحط الدقيق اللي عليه معلقتين السكر واللبن والبيضة والزبدة، وبعدين في الوقت ده هتكون كمان الخميرة نضجت معانا اهي وبقت صالحة للاستخدام. شايفين الفوم عملت فوم جامد ازاي ورغوة جامدة ازاي؟ كده تبقى الخميرة بتاعتنا ناجحة وصالحة للاستخدام. هنبتدي بقى نعجن كل المكونات دي مع بعضيها لحد ما نوصل للقوام اللي هتشوفوه بعد شوية. هو هيحتاج مننا عجن شوية، يعني ممكن 10 دقايق متواصل، أو لو عندنا عجان مش هياخد وقت كبير وطبعا هيبقى النتيجة أحسن. بس أنا حابة النهاردة أشارككم الفيديو وأعمله بإيديا، العجن يعني أعمله بإيدي علشان خاطر أوريكم إن الموضوع سهل مش صعب، مش محتاج بقى عجان بقى وحاجات كتير، لا لا خالص بإيدينا، وإن شاء الله النتيجة تبقى رهيبة وتبقى جميلة. شايفين العجينة وصلت لإيه؟ شايفين لمّا بامسكها في إيدي كده، شايفين مش بتلزق وفي نفس الوقت قوامها حلو، قوامها طري يعني ناعم. بنفضل نعجن فيها لحد ما يبقى قوامها ناعم كده زي ما إحنا شايفين، تمام؟ وبعدين هنسيبها بقى كده، هنلِف عليها بلاستيك راب نقفّلها حلو أوي عشان ما يخشلهاش أي هوا، ونسيبها في مكان دافي مظلم لمدة ساعة أو لحد ما يبقى حجمها الضعف، تمام؟ هنحاول نقفلها كده ونخلي الحتة اللي احنا قفلناها دي من تحت، عشان لو في اي هوا دخل واحنا بنقفل البلاستيك راب ما يخشش جوه العجينة نفسه. تمام زي ما احنا شايفين كده. هنقفل عليها حلو قوي، وبعدين هنغطيها ونسيبها زي ما قلت لكم في مكان دافي كده ما يكونش فيه هوا ولا حاجة لمدة ساعة او لحد ما يتضاعف حجمها. وهنا بعد ما الساعة خلصت هنبتدي بقى نشيل ونشوف قد ايه العجينة بتاعتنا ناجحة. شايفين مرتفعة ازاي؟ أنا لمّا ميّلتها كمان كده الهوا بدأ يطلع منها شوية، بس هي بجد عجينة مضبوطة، بمقاديرها مضبوطة، فادّتنا نتيجة جميلة جدًا، زي ما هتشوفوا دلوقتي. شايفين التخمير بتاع العجينة عامل إزاي؟ هنبتدي بقى بعد كده نشيل منها البلاستيك wrap ده، ونبتدي نطلّعها من البولة، زي ما أنتم شايفين كده، وبعدين نفردها على سطح كده مستوي زي ما أنتم شايفين، على رخام، على أي حاجة، ونبتدي نقسّمها على قد مقاس العيش أو حجم العيش اللي إحنا عايزينه، تمام؟ ونبتدي ناخد كل كورة بقى إحنا كورناها كده، ونبتدي نقفّلها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، علشان إحنا عايزين إن يبقى السطح بتاع رغيف الكايزر يبقى ناعم جدًا، فهناخده كده على الرخامة ونبتدي نكوّر فيه لحد ما يبقى بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. وطبعًا أنتم بإيديكم من غير جوانتي فهيبقى الموضوع أسهل عليكم بكتير. يعني لمّا تيجوا تكوّروها كده مش هيعمل أي علامات، وهيبقى يدّيكم النتيجة النهائية تبقى ناعمة خالص، يبقى وش رغيف ناعم خالص.
وهنا بعد ما نخلّص الكمية هنبتدي نسيبها تخمر تاني لمدة نُص ساعة، هنغطّيها كده ونسيبها تخمر تاني لمدة نُص ساعة، تمام؟ وبعد ما تخمر كده تاني نُص ساعة، هنحط عليها صفار بيضة، عليها معلقة لبن، تمام، لو عايزين تعملوها كده يعني عايزين تحطّوا عليها صفار البيض حطّوا، مش عايزين خلاص، بس هو بيدّي له شكل حلو وريحة كمان حلوة، وبيثبّت السمسم لو أنتم حابين تحطّوا سمسم على الوش، تمام؟ هنبتدي ندهن الوش كله ونخلي بالنا واحنا بندهنه ما نضغطش جامد على العجينة عشان ما نطلعش الهوا منها، تفضل هشة كده ومنفوخة. وبعدين هنحط السمسم، طبعا السمسم ده اختياري، عايزين تحطوا حطوا مش عايزين براحتكم. وهنا بعد الكمية كلها ما هتخلص هندخله بقى الفرن ونشغل الفرن من تحت بس، واول ما يبتدي لونه يحمر كده وياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده هنشغل الشواية. هو مش بياخد وقت، عايزين نراقبه لان هو 10 دقايق ربع ساعة وبيخلص، مش عايزين نسيبه كتير في الفرن عشان ما ينشفش، ويبقى عندك النتيجة الهايلة دي. احلى عيش كايزر ممكن تدوقيه، ان شاء الله تجربوه يعجبكم. مع الف سلامة.